لو بتدرس في تمريض سواء معهد او كليه، فانت لازم تكون بتعرف تركب كانيولا علشان هي من الركائز اللي المفروض تعرفها كممرض. فخلينا ندخل على طول في طريقه التركيب من غير تضييع اي وقت. في الاول انت محتاج تعرف ايه هي الكانيولا اصلا، وليه بنحتاج نركبها، وايه هي الانواع بتاعتها. علشان كده عملت لك 3 فيديوهات، هتلاقي الفيديوهين موجودين على الصفحه، اعمل متابعه وادخل شوفهم بعد ما تخلص الفيديو ده. وقبل ما نركب هنحتاج نعرف ايه هي الادوات اللي هنستخدمها. اول حاجه هنجيب الجلوفز، هنشوف جلوفز مناسب كمقاس. تاني حاجة هنجيب تورنيكيت، ولو مفيش تورنيكيت ممكن نجيب جلوفز عادي جدا. تالت حاجة هنجيب لاصق طبي علشان نعرف نثبت به الكانيولا. رابع حاجة هنجيب حتة قطن، تمام، علشان نعرف نعقم بها المكان. خامس حاجة هنجيب كانيولا مناسبة كمقاس على حسب الفين اللي هندخل فيه. وارجع للفيديو التاني علشان تعرف المقاسات كويس جدا. اخر حاجه معانا هنجيب سرنجه فيها محلول علشان نتاكد من الكانيولا انها شغاله، بعد طبعا ما نركب الكانيولا نعمل لها تيست. خلصنا كده الادوات، يلا بينا على الخطوات. اول حاجه هتعمل هاند واشنج وتجهز الادوات اللي قلنا عليها. 2 هتدور وتشوف وريد يكون مستقيم مليان واضح. في الاول هتدور في ظهر الايد، ولو ما لقيتش ومش ظاهر معاك هتدور في الساعد، وهتحاول تبعد عن اي ثانيات على قد ما تقدر. ولو الوريد مش واضح معاك هتخلي المريض يقفل ويفتح ايده، او تنزل دراعه لتحت علشان يساعد على تدفق الدم. ثالث خطوه هتربط التورنيكيت فوق مكان الوريد بمسافه من 10 ل 15 سم، ولو مش متاح اربط بجلافز عادي جدا. رابع خطوه هتجيب قطنه والكحول تمسح من جوه لبره. خامس خطوه هتدخل بالكانيولا، وانت وبتدخل هتشد الجلد لتحت وهتخلي السن المشطوف لفوق، يعني هتخلي السن الحاد راسه لفوق. تدخل بزاويه من 15 ل 30 درجه. سادس خطوه هتتاكد انها دخلت صح لما تلاقي دم جوه الكانيولا، فهتنزل ايدك بمستوى الجلد، ولو مظهرش دم يبقى انت دخلت غلط، فهتحاول تخرج السن وهتدخله تاني، او انك تطلع الكانيولا خالص وهتشوف مكان تاني تدخل فيه لحد ما يطلع معاك دم. سابع خطوه هتسحب الابره المعدنيه لورا سن وهتزق الجزء البلاستيك كله جوه الوريد، وبعدين تفك تورنيكيت. ثامن خطوه هتتاكد انها شغاله صح بانك تجيب سرنجه وتملاها بمحلول ملح علشان تتاكد ان مفيش اي تورم او الم. تاسع خطوه هتثبت الكانيولا باللاصق الطبي، هتقطع 2، واحده بالشكل ده وواحده هتيجي عند نصها وهتقطع حته كده بسيطه وهتحطها بالطريقه دي، وواحده كمان ثالثه هتكتب عليها تاريخ التركيب واسم اللي ركب والوقت وهتحطها على الكانيولا. عاشر خطوه هترمي الابره على طول في صندوق السيفتي، وبس كده هتاخد الادوات والحاجات اللي انت استخدمتها وبعدين هتعمل